الأسبوع الجاي وبالتحديد بكرة السبت وفي تمام الساعة 8 هنكون على موعد مع الحلقة الثالثة من برنامج مذكرات طايشة اللي بيقدمه المنتج والمخرج وصانع النجوم مجدي الهواري على خبر أبيض تي في. الحقيقة إن البرنامج لحد دلوقتي حقق أرقام مشاهدات عالية جدا على كل منصات السوشيال ميديا الخاصة بموقع خبر أبيض. وده ليه؟ لأنه اتكلم في أول الحلقات عن واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وكمان أهم الأفلام في تاريخ الراحل علاء ولي الدين، وهو فيلم عبود على الحدود. بصراحة مجدي الهواري ما بخلش بمعلومة عن مشاهدين البرنامج وقراء خبر أبيض، وكمان كشف عن أسرار تقال لأول مرة عن الفيلم، واللي هنرصدها ليكم كلها على بعضها في الفقرة دي. يلا بينا نتعرف على أهم 9 معلومات ما تعرفهاش عن فيلم عبود على الحدود. الفنان الراحل عزت أبو عوف تقاضى 70,000 جنيه عن دوره في الفيلم، وكان الأعلى أجراً بين كل النجوم. أحمد سقا كان مرشح لدور كريم عبد العزيز في الفيلم، ووقع العقد فعلاً، بس بعدها اعتذر بسبب فيلم همام في أمستردام. إجمالي ميزانية الفيلم كانت 1,450,000 جنيه بالدعاية، والتصوير في شرم الشيخ اتكلف 300,000 دولار، والدولار كان وقتها ب3 جنيه. تفتكروا علاء ولي الدين خد كام في الفيلم ده؟ في الحقيقة انه خد 50,000 جنيه وكان مستعد ان هو ما ياخدش فلوس خالص. عبود على الحدود كان مجرد اسم واتعمل عليه فيلم، لان المؤلف احمد عبد الله كان معاه سطر واحد بس بيقول شاب تخين هيدخل الجيش. شريف عرفة ما كانش المرشح الاول للاخراج، لكنه في الحقيقة اختار انه يقف جنب علاء ولي الدين في اولى تجاربه في البطولة، والفيلم اتعرض على عادل أديب ورضوان الكاشف والمخرج محسن أحمد. علاء ولي الدين كان مكسوف يقابل شريف عرفة في البداية، لأنه كان بيطلع معاه دايما في مشهد أو مشهدين، لكن شريف عرفة كان ذكي جدا وقال لعلاء أي حد يعمل معايا مشهد في الفيلم أنا بعتبره بطل. المشير طنطاوي طلب إنه يجي يتفرج على الفيلم بنفسه في مدينة السينما، وبعد ما شافه بارك لكل صناعه وقال لمسؤولي الرقابة ما تعطلوش الناس. الفيلم ده كان البداية الحقيقية لاقتحام الفنان حسن حسني لسينما الشباب. تفتكروا أخد كام؟ 12,000 جنيه.